يمكن دي تقريبا هتبقى أول مرة أشارك معاكم تجربة في فيديو. على طول بنطلع شروحات ومراجعات والكلام ده كله، بس حبيت المرة دي أشارك معاكم التجربة اللي حصلت معايا. أنا هحكي تجربتين حصلوا معايا، واحدة من موقع أمازون اللي هو سوق دوت كوم سابقا، وواحدة من شركة تي داتا اللي هي وي حاليا. هبدأ بالتجربة بتاعت شركة وي اللي هي المصرية للاتصالات. من فترة النت فصل عندي حوالي أسبوع أو 10 أيام تقريبا. كلمت الشركة وعملت بلاغ عادي جدا، وما كنتش أعرف إنه هيقعد المدة دي كلها. يوم التاني التالت كله بيقول لك في مشكله جلوبال او مشكله عامه وفي اصلاحات. وفعلا النت كان البوكس في المنطقه كله مقطوع عنه الكهرباء، فكان في مشكله عامه وكل المنطقه كانت فاصله. المهم بعد العشر ايام جيت بكلمهم، قلت لهم والله النت اشتغل النهارده يا جماعه، انا عايز تعويض عن الفتره دي. يقوم الناس المسؤولين عن قسم التعويضات في شركه وي يقولوا لي تمام يا فندم، انت بتدفع اشتراك 250 جنيه، هنقسم ال 250 جنيه على ال 30 يوم، يعني انت اليوم بتاعك واقف ب 8 جنيه ونص. النت فصل عندك 10 ايام، اذا انت هتاخد 80 جنيه. فالموضوع يبان انه عادي من كلامهم ده، بس انت لما تركز كده 80 جنيه ايه؟ انا في العشر ايام دول عامل باقات موبايل انترنت فوق ال 200 جنيه عشان اشتغل، ثم اني واخد منكم سيرفيس، مش واخد منكم ايجار خدمه ايام معينه ولا بدفع باليوم، انا بدفع بالشهر عشان يجيلي انترنت الشهر كله. انت فصلت المشكله عندك، بتعمل ابديت في اجهزتك او في مشاكل عندك، يبقى تعوضني بانترنت. قلت لهم يا جماعه يا تعوضوني بباقه موبايل انترنت على خط وي، انا ممكن اجيب لكم خط وي مخصوص بس تشغلوني عليه الفتره دي، يا اما تعوضوني مثلا اقل واجب بشهر يكون زياده لانكم فصلتوا تلت شهر تقريبا، عوضوني بشهر كامل زياده. وانا في وجهه نظري انا شايف ان ده فير قوي. يعني انت فصلت عني النت 10 ايام، 10 ايام دي كارثه لواحد بيشتغل على النت وشغله 90% منه على النت زيي. يعني حرفيا كلمت وصلت لمديرة قسم التعويضات ساعتها، قالت لي لا والله هو ده اللي عندنا. بق شاي تاني بس. ووضحت برضه في التليفون وانا بكلم خدمة العملاء وقسم التعويضات في شركة وي، قلت لهم ان ده استهزاء بالعميل، ان انتوا تقسموا الاشتراك الشهري على عدد الايام والحسبة البايخة دي، وانا مش مقتنع بيها. في اخر كلامي كان معاها قالت لي روح اعمل شكوى في حماية المستهلك. حرفيا قالت لي كده بالاسلوب ده. انا على فكرة قبل كده كنت سوفت سكيلز ترينر، وكنت تكنيكال سبورت ترينر، وكنت ويزرد، وكنت سماعة كمان كول سنتر. يعني تدرجت بكل الحاجات دي، والواي اللي هي بتتكلم بيها دي غلط جدا. يعني ده لو في كواليتي عليها ده هيزعلها جامد، ومفروض انها مديرة قسم. فاللي هو يعني الف ب او اي كيو جلدة حنفية او سوفت سكيلز البديهيات دي كده وشة الجازة. ما حاولتش اعمل اي حاجة، وكلمت فعلا حماية المستهلك. ودي كانت اول مرة في حياتي اكلم حماية المستهلك واعمل بلاغ شخصي. دايما كنت بساعد الناس تعمل حاجة او طلبات الناس اللي على البيج معانا، لكن انا شخصيا ومشكلة تخصني ما عملتش حاجة قبل كده. دي كانت اول مشكلة اعملها واخر مشكلة تقريبا. فكلمت حماية المستهلك وعملت الشكوى ووضحت فيها كل شيء. وبعد ما عملت الشكوى في حماية المستهلك وعدى يومين او ثلاثة، لقيتهم بيكلموني ويقولوا لي يا فندم احنا الشكوى بتاعتك تواصلنا بخصوصها مع شركة وي، وفعلا لقينا الايام دي تم التعويض عنها. قلت لهم يا جماعة انا مش عايز اسمع نفس السكريبت، فاهم؟ انا مش بكلم روبوت. اللي هو انا موضح ان انا عايز انترنت، ما تعوضنيش ب 10 جنيه اليوم ولا ب 8 جنيه اليوم وتقول لي هو ده حقك. قامت حماية المستهلك بكل بساطة قالت لي اعمل شكوى تانية، احنا قفلنا الشكوى دي تلقائي، والمصرية للاتصالات وضحت لنا انه تم التعويض، واحنا شايفين ان ده مناسب وحضرتك مالكش حق، برضه بنفس الاسلوب. المهم انا بقى ايه، اتضايقت ونرفزت. يعني انا النت فاصل عني 10 ايام ودي كارثه، وعمال اشحن موبايل انترنت وافتح هوت سبوت على الكمبيوتر، وبص الدنيا بايظه معايا خالص يعني، وانا بعمل ابلود لملفات كبيره. فعمال اصرف 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 وفلوس رايحه على الفاضي، وبرضه مش واخد خدمه ستيبل قوي. عملت شكوى تاني وكبيرت فيها نفس الكلام وقلت نفس الكلام، وبرضه كان نفس الرد والشكوى اتقفلت، وما عرفتش اخد حقي يا معلم، ورضيت بال80 جنيه التعويض وانا حاطط الجزمه في بقي. دي نقطه سلبيه. وانا مش يعني عايز برضه اشرح حاجه. انا مش من نوعيه الناس اللي هو ايه، وي عملت معايا مشكلة، سامسونج، ايا كان، توشيبا، ايا كان اي شركة عملت معايا مشكلة اطلعها الشيطان المطلق يعني، ولا الشركة دي وحشة وما تعملوهاش. ان اللي بيعمل كده يبقى حد يعني مش فاهم او عايز يجذب الانتباه. انا عارف ان كل ما النشاط بيكبر كل ما المشاكل بتكبر، والمشاكل واردة في اي مكان، بس الموضوع رخم. يعني الموضوع ما كانش هيكلفكم اي شيء، انتوا الكاستمر ساتسفاكشن بتاعكم زيرو، او حظي وقعت في موظف وحش، بس انا واقع في خدمة التعويضات المديرة بتاعتها. فمش عارف دي بتعمل ايه ولا بتشتغل ازاي ولا بتفكر ازاي. شركات الانترنت كلها بتبيع لك هوا حرفيا. انت خلاص السيرفيس والبنية التحتية موجودة، انا ببيع لك هوا. فانت لو عوضتني بمليون جنيه رصيد، هو اوريدي عندك، هو بتاعك.
انت كده عوضتني بسيرفيس، ما اديتنيش فلوس ملموسه في ايدي. فانتي لو كنت عوضتيني الايام دي، اديتيني شهر مجاني او عوضتيني باي حاجه، ما كنتش هتخسري شيء وكنت هطلع ادي فيدباك كويس. فدي نقطه وحشه قوي. واكيد دي حالات فرديه طبعا، مش هنعممها على الشركه لان دي شركه كبيره. وما تقولش الجماهير يا خاين، قول دي كل شريرة مندسة وكل البلا بلا بلا ده. خلينا نقول نقطة مضيئة بقى عن الشركة دي عشان برضو الشهادة بتاعتنا تبقى كاملة. شركة تي اي داتا عن تجربة لأغلب شركات الانترنت من أحسن الشركات في إنها تصلح لك أي مشكلة. يعني أنا بيبقى عندي مشكلة في الخط، دي بقى مش حاجة جلوبال، دي مشكلة شخصية، عربية معدية قطعت السلك بتاعي أو في جنزرة في الخط تحت أو أيا كان، بعمل تليفون في خلال أقل من 48 ساعة بيكون في موظف واقف تحت البيت بيقول لي يا فندم أنا بكلمك بخصوص المشكلة دي بصراحة حاجة تستحق التحية. عندهم خدمة الصيانات وخدمة حل المشاكل بالشكل ده. لما يبقى عندك مشكلة فردية سريعة جدا. كمان الموظف بيشتغل في صمت، يعني انت عارف بيكلمني ايوه يا فندم انا تحت البيت، يمشي بعديها بنص ساعة مثلا لو المشكلة بسيطة الاقي النت يشتغل، الاقي الخدمة استقرت، الاقي السرعة رفعت تاني. فدي بصراحة حاجة تستاهل ريسبكت عندهم. من فترة بسيطة اشتريت حوالي 30 فلاشة من موقع امازون مصر. دلوقتي دخلت اشتريت الفلاشات وجربت واحدة فيهم ما عجبتنيش قوي، فقمت طلبت استرجاع لل 29 فلاشة. كان قيمة الاوردر ده حوالي 3700 جنيه تقريبا. المهم استنى يوم التاني مفيش حد كلمني ولا حد جه يسترجع المنتج بتاعي. عملت اوردر تاني وكلمت خدمة العملاء، قالوا لي والله الاوردر القديم ده كده اتلغى عشان المندوب ما جالكش تاني يوم على طول، فاعمل اوردر تاني. قعدت على الحوار ده حوالي اسبوع ومفيش حد بيجيلي، وعمال اعمل اوردرات كل يوم واكلمهم لحد ما في الاخر طلبت اكلم مدير من خدمة العملاء. لقيت حد رد عليا، والحد ده بصراحة انت فاهم اللي هو يستاهل ريسبكت من هنا لبكرة. بس هوضح لك نقطة دلوقتي ما تنفعش مع المصريين تحديدا، او مش كل المصريين طبعا لان انا منهم، بس اغلب المصريين. الراجل ده قال لي بالنص لو ما جالكش حد بكرة انا هكلمك بنفسي وهرجع لك الفلوس على بطاقة الهدايا بتاعتك. بس ما صدقتوش وقلت هيحصل معايا زي ما حصل الاسبوع اللي فات وبيشتغلني وهضطر اكلمهم تاني، بس يلا امر لله مفيش في ايدي حاجة. لقيت تاني يوم حد فعلا بيكلمني يقول لي يا فندم في مندوب جالك النهارده خد المنتج. قلت له لا مفيش حد جالي. قال لي طيب استنى معايا لحظات. سابني على الانتظار حوالي 5 دقايق وبعدين قال لي افتح بطاقة الهدايا بتاعتك. لقيت ال 3500 جنيه تقريبا او 3600 جنيه مردودين ورصيد في بطاقة الهدايا. انا تنحت كده اللي هو ايه ده، هو في كده؟ فقلت له طب ايه، طب هرجعها لكم امتى، ولا انت مش عايزهم ولا ايه؟ راح قال لي لا يا فندم ده تعويض مننا عن المشكله اللي حصلت من حضرتك والعطله اللي احنا تسببنا فيها، وعايز ترجعهم رجعهم، مش عايز ترجعهم خلاص تقدر تحتفظ بيهم كهديه معاك. انا بصيت كده واللي هو ايه ده، هو في كده؟ احنا رحنا سافرنا اي بلد تانية ولا ايه؟ فبرضه مش مستوعب، انا اول مره يحصل معايا حاجه زي دي. بس بيني وبينكم الهدايه طعمها حلو، يعني ايا كانت حتى لو بجنيه وانت مش محتاجها اسمها هديه. فقمت قلت له لا طب انا هحتفظ بيها بقى، يعني ما احتفظ بيها بقى، انا ما صدقت ان ما حدش بيجيب لي هدايا اصلا، فما صدقت ان حد يديني هديه. قال لي براحتك يا فندم واحنا بنعتذر لك عن التاخير والرصيد دلوقتي معاك تقدر تشتري بيه. قفلت معاه وفضلت برضه شويه كده مش مستوعب. انت بتتكلم في 3500 جنيه تقريبا، فرقم كبير. فالحاجة معايا، البضاعة معايا والفلوس كمان معايا انت مدرك؟ الراجل ده يعني انا نسيت اسمه يعني للأسف يعني، بس ده موظف. والاستاذه اللي كلمتني من وي موظف تاني. ده ممكن يكون اداني رصيد اشتري بيه حاجات من على الموقع، ودي كان ممكن تديني رصيد اشتري بيه انترنت. الموقفين واحد تماما. بس في واحده مرضيش تعوضك ب 200 جنيه واستحملت ان انت تعمل شكوى في حمايه المستهلك وان انت ممكن تغلط في الشركه وي 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 وي، وواحد عوضك ب 3500 جنيه في سبيل الرضا بتاعك وانك تبقى مبسوط وانك تقول كلمه حلوه وترشح امازون مصر للناس. انت مدرك الفرق بين العقليتين؟ دي مصريه وده مصري، دي موظفه وده موظف، دي شركة يعتبر قطاع عام في قطاع خاص ودي شركة قطاع عام في قطاع خاص، يعني مفيش حد فيهم فضائي. بس ده انسان عارف شغله وانسان محترم وانسان كويس ودارس سوفت سكيلز ودارس ماركتينج ودارس تعامل مع الناس ودارس كل حاجة. ودي واحدة للأسف متوظفة مش عارف بناء على ايه او ايه مؤهلاتها. ده مصري وده مصري ودي تجربة ودي تجربة. النقطة اللي قلتها لك بقى بخصوص ان الموضوع ده ما ينفعش مع اغلب المصريين، حكيت الموضوع لواحد صاحبي ساعتها وتخيل يعمل ايه. دخل طلب نفس الفلاشات اللي انا طلبتها ودخل عمل الاوردر وبرضه جه بعد يوم عمل استرجاع، والمندوب يكلمه بقى يقوم مكنسل عليه وما يردش.
يوم التاني التالت، انت فهمت طبعا هو عايز يعمل ايه. وعدى كذا يوم والمندوب كل يوم يكلمه وهو ما يردش، وحاول يكلم خدمة العملاء ويعمل نفس اللي حكيته له ده، ورفضوا ان هم يرجعوها، واكتشفوا فعلا التلاعب بتاعه، وقالوا له لا يا فندم ده رن عليك كذا وكذا وكذا، وعموما هنبعت لك حد. ومعرفش ياخد الفلوس ولا يحصل له كده. ورجع حكى لي كل ده لما فشل في الاخر ورجع الفلاشات وخد فلوسه بس. فهو كان بيحاول ياكل حرام. او انا مشيت في الموضوع يعني عادي، ما كنتش في نيتي اي حاجه ولا كنت اعرف حاجه، لكن ده حب ده عمل ابيوزنج يعني، او هو كان بيعمل حاجه كده غلط يعني، حب يبقى فهلوي ويضحك عليهم ويقبل حاجة حرام يعني، لو يكرر الموضوع. عشان كده في ناس كتير بتقولك لا يعني، بتحط كده خط احمر على المصريين ان هم بيعملوا ابيوزنج، بيستغلوا ثغرات، بيعملوا الكلام ده، فده كله حرام يعني. فعشان كده بنلاقي سوء تعامل كبير مع خدمات العملاء او بعض الشركات عشان النقطة دي. انا برضو لما كنت شغال في كذا شركة اتصالات كان في ناس بتعمل معايا كده، كان في ناس بتبقى متابعة السيستم جدا ويحصل مشكلة جلوبال، تدفع انترنت وما يسمعش في السيستم فترد لك الفلوس فتدفع تاني وهكذا. في ناس كانت بتستغل الثغرات دي. فانت بتجري ورا حاجات، انت بتأذي العملاء من بعديك، بتخلي الايجنت اللي قاعد او المانجر او اي حد بيكلمك شايفك في صورة معينة، مش شايفك العميل المحترم اللي هو مش هينصب عليا وعايز حقه بس، لا، فهتخليه يلسوعك بعد كده ويقدم لك خدمة سيئة. فالموضوع على الطرفين، لازم انت تبقى كاستمر محترم عشان تلاقي ايجنت او تلاقي موظف محترم يخدمك. دي كانت تجربتي النص سيئة والنص جيدة مع وي، وتجربتي البريفكتو مع امازون مصر. وتحية للموظف ده بصراحة، يعني ربنا يبارك لك ويكرمك، وهدية مقبولة يا معلم. ويا ريت لو عايزين تجارب مع شركات تانية، عشان أنا تقريبا ليا تجارب مع اغلب شركات مصر، ابعتولي. ولو عجبتكم نوعية الحلقات دي برضو قولولي. يلا، صباح الفل.